صغيرة وبتناولهم. من أكبر الأخطاء الشائعة بتناول أي دواء بغض النظر عن الدواء شو ما كان، لازم نحط ببالنا قضية مهمة جدا. الدواء لا يشرب إلا مع الماء ولا شيء غير الماء. واثنين، كمية الماء يجب أن تكون كاسة مليئة، كاسة كاملة. يعني بقصد بكاسة كاملة إنه إحنا لازم نشرب 250 مل وراء حبة أي دواء شو ما كان. بنلاحظ بكثير من الأحيان إحنا إنه بنشرب الأدوية، بنشرب شفة شاي وراها، أو بنشرب شفة مي صغيرة، أو بعض الناس، وهي الأخطر اللي بنحذر منها بشكل أساسي، بنشرب عصير ليمون أو عصير برتقال أو أي عصير موجود. كلياتها هاي من الأخطاء الشائعة واللي قد تكون لها آثار سلبية كبيرة جدا يوم يتناولها المريض مع غير الماء. مشان هيك كقاعدة عامة أي دواء بنتناوله مهما كان شو ما كان يكون الدواء، واحد، لابد من إنه الدواء بنتناوله مع الماء. اثنين، كمية الماء لازم تكون 250 مل على الأقل. ما بصير أنا أتناول شفة واحدة وأسكت وخلص انتهى والدواء بيعطي مفعوله. أو بعض الناس ممكن يتناولوه على بدون أي سوائل. طبعا الهدف بهاي الأساس كثير من الأدوية ممكن أنها تلتصق بجدار المعدة، وبالتالي تسبب لي مشاكل أنا بغنى عنها نتيجة تناولها بدون ماء أو بكمية قليلة من الماء. في كثير من الأدوية إذا تناولناها مع بعض المحاليل الحامضية، بنقصد بالمحاليل الحامضية هي عصائر الفواكه بشكل أساسي، وخصوصا أدوية الضغط. ندير بالنا لمرضى الضغط بشكل أساسي، عندما تتناول دوائك دير بالك إنك تتناوله مع أي عصير من عصائر الفواكه، برتقال، جريب فروت، تفاح، كلياتها ممكن إنها تأثر على فعالية الدواء، على امتصاص الدواء.